اندلع حريق في مخزن للإطارات بسكراب الخشب في منطقة أمغرة تبلغ مساحته 2000 متر مربع، كما طال الحريق سكنا للعمال وموقفا للسيارات، فيما توجهت عدد من مراكز الإطفاء لمكان الحريق من أجل السيطرة عليه وإخماده. هذا ولم تسجل إلى الآن أي إصابات أو خسائر بالأرواح. يذكر أن منطقة ترحية قد شهدت نهاية الشهر الماضي حريقا مماثلا في الإطارات. ينضم إلينا مباشرة من موقع الحريق مراسلنا فريد الكاظمي. فريد، صف لنا الأوضاع عندك. بسم الله الرحمن الرحيم. أخوي عبد الله، حاليا أنا موجود الآن في حريق منطقة أمغرة. طبعا الحريق عبارة عن موقع للإطارات وأيضا سكن للعمال، وانضم هذا الحريق أيضا إلى مجموعة من السيارات قريبة من الموقع. والآن بجانبي معالي وزير التجارة الأستاذ أنس الصالح. بداية بشكل عام نبي كلمة بخصوص هذا الحريق. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي حريق نشب مثل ما ذكرنا من شوية إلى 15 دقيقة، تقريبا الساعة 3:15 إلى 15 دقيقة، وصلت آليات الإطفاء وتعاملت معه بمنجرة أخشاب 2000 متر، وانتقل إلى القسيمة المجاورة فيها بعض المخلفات الإطارات. تم السيطرة عليها مثل ما أنتم شايفين، ومحاوطة آليات الحرس الوطني والآليات البلدية موجودة للتعامل معها. كان معنا وزير التجارة، والآن معنا وزير الإعلام. طال عمرك، نبي كلمة بخصوص هذا الحريق. يعني مثل ما قلت قبل شوي، من المؤسف أن نقف مرة أخرى في أقل من شهر ننظر إلى حريق، يعني والحمد لله المرة ما هو بضخامة الحريق السابق، ولكن مؤسف أن نرى مثل هذا الحريق مرة أخرى. ولكن عزائنا هو وجود أبطالنا البواسل من أبناء رجال العمل المطافي اللي قايمين بدور أكثر من بطولي جبار. نأمل لهم إن شاء الله التوفيق في أداء مهامهم. أتمنى منكم بدل تسمعون كلامي وتشوفون وجهي وتسمعون كلامي، تحطون كاميرا على الأبطال اللي قاعد يقومون بقدرات المجهولة اللي يستحقون منا كل دعم وشكر ودعاء. أتمنى منا أن نترك لهم مجال للقيام بعملهم الفني وأن لا نزاحمهم بأعمالهم. شكرا على تواجدكم، شكرا على نقل الحدث كما يتم، مع العلم بأن هذا الحديث إن شاء الله ما هو بالحجم الضخم اللي يعني عملنا أو تعاملنا مع بالسابق. عاملين إن شاء الله يتم إكمالها خلال الأربع ساعات القادمة. شكرا لكم. شكرا معالي وزير الإعلام. طبعا أخوي عبد الله، الحين معاي العميد يوسف الأنصاري من الإدارة العامة للإطفاء. العميد يوسف، نبيك تعطينا يعني نبذة كاملة عن هذا الحريق في منطقة أمغرة. الحريق بدأ 3/37، وصلت الفرق 53. اتجه للحريق 4 مراكز إطفاء، وحاليا زادهم مركزين. الحريق ابتدأ من منجرة مساحة 2000 متر مربع، انتقل إلى إطارات حمل المساحة تقريبا 2000 متر مربع، وخارج القسيمة هم في إطارات بحدود 10,000 إلى 30,000 إطار. تم السيطرة على الحريق حاليا، ونحاول أن نعزل باقي الإطارات عن بقعة الحريق، وإن شاء الله نتوقع من 4 إلى 6 ساعات ينتهي الحريق. طيب، هل هناك إصابات كما بلغنا هناك؟ إلى الآن ما في أي إصابة، لا من الأهالي ولا من الرجال. طيب، لماذا دائما نسمع حريق إطارات؟ دائما حريق إطارات. والله لأن الإطارات موجودة، لو ما هي موجودة ما تعرف. طيب، هل هذا الحريق أدى إلى عدم يعني وجود الأمن والسلامة؟ في إجراءات تحقيق سواء من الوقاية أو من وحدة تحقيق بأسباب الحريق. إن شاء الله بادية الإجراءات، وإن شاء الله بعد انتهاء من الحريق راح نكتب تقارير بهالشيء. إذا شكرا جزيلا لسعادة العميد يوسف الأنصاري من الإدارة العامة للإطفاء. طبعا أخوي عبد الله، ما ننسى دور رجال الإطفاء. أمانة أنا قاعد أشاهدهم من الساعة 4 للحين هم قايمين بدورهم، قاعد يطفون الحريق بشكل جبار وجهودهم واضحة، وأيضا الإسعاف متواجدين كلهم هني، وكافة وسائل الإعلام قاعد تغطي هذا الحدث من منطقة أمغرة. نعم فريد، هل سمعنا من وزير التجارة والصناعة تأكيدات بأنه تمت السيطرة على الحريق؟
يعني هو الحريق اخوي عبد الله يعني مو مثل حريق رحيه، حريق بسيط عباره عن تقريبا ما يقارب الى 60 الى 70 اطار، مع هناك ايضا بعض الشاحنات والسيارات الشخصيه قرب المكان. يعني حريق بسيط يعني من الممكن السيطره عليه بحسب ما ذكروا الاداره العامه للاطفاء ب5 ساعات او ل6 ساعات ان شاء الله. نعم فريد، شكرا لك من موقع الحريق، وشكرا ايضا لضيوفك وزير التجاره والصناعه انس الصالح ووزير الاعلام الشيخ محمد عبد الله المبارك والعميد يوسف الانصاري من اداره الاطفاء، وكل ضيوفك حتى من وزاره الداخليه، شكرا جزيلا لكم.